دراسة اتعملت سنة 1979 بتوضح إن البشر بيكرهوا الخسارة أكتر ما بيحبوا المكسب. بديهيات يعني، بس أنت ممكن تكون لسه ما فهمتش قصدي 100%. عمو دانيال وعمو تافيرسكي بيوضحوا في دراستهم دي إن البشر مش بيقيموا الخسارة والمكسب زي بعض. يعني لو حضرتك كسبت 100 جنيه أو خسرت 100 جنيه، هتكره خسارة ال 100 جنيه أكتر ما هتحب المكسب بتاع ال 100 جنيه. عايز أكسب 100 جنيه بقى. مش عايز أخسرها. وده اللي بيطلق عليه باسم اللوس افيرجن. اللي بيخليك تتحرك اكتر هو ان انت بتكره الخساره اكتر من حبك للمكسب. والدراسه دي نورت في دماغي سؤال طبيعي، يعني ما انا جينيوس، ليه في ناس بتكمل في مشاريع خسرانه رغم ان هم عارفين ان هم خسرانين وما بيفكروش بمنطقيه وبيدوروا دايما على ان هم ياخدوا فلوس اكتر؟ وده خلاني اسال، هل البيزنس ممكن يكون زيه زي القمار؟ وهل في عقليه للمقامر داخل البيزنس؟ يعني ليه في ناس بتختار ان هي تصرف ميديا باينج، تصرف اعلانات وتصرف اكتر وتصرف اكتر واكتر واكتر، رغم ان هم ما بيحققوش المبيعات اللي هم عايزينها، والايراد اللي بيحققوه ما بيجيش حاجه جنب المصاريف اللي بيصرفوها؟ هل فعلا في عقليه للمقامر داخل البيزنس؟ كل ده هنجاوب عليه في الحلقه دي، وايه الخطوات اللي انت تعملها علشان ما تقعش في عقليه المقامر. فيلا بينا نبدا. بسم الله. فوكس عليا انا بس. زي ما قلنا كده في المقدمه يا صديقي المثقف، ان في البيزنس في عقليه بتشبه عقليه اللي بيلعب قمار بالظبط، والعقليه دي بتتبني من 3 حاجات. خلينا ناخد مثال. شاب عنده 30 سنه وطول عمره يعني مش بيطمح ان هو يفتح مشروع ولا حاجه، بس جه في فتره زهق وقال هو انا هفضل طول عمري شغال عند الناس؟ يلا بقى نفتح مشروع ونبقى اغنياء ونبقى بيزنس مانز بقى. قرا له كتاب الاب الفقير والاب الغني وبدا ياخد اول رحله على طريق الباسيف انكم او الدخل السلبي. انا عايز ابدا اعمل فلوس وانا نايم في السرير. جمع تحويشه شغله وقرر ان هو يفتح براند او كافيه. حلوه كافيه، لان معظم الناس اللي معاها فلوس كتير بتتجه ناحيه ان هي تعمل كافيه وبتاع. ما علينا. عمل ديكور شيك، جاب مكان ايطالي، صرف على المنيو وجاب كل حاجه ممكن تتخيلها في المنيو. ده مشروع العمر، ده المشروع اللي هينقله وينقل عيلته لنقله ثالثه. يفتح وفي اول اسبوع كل الناس بتوجب معاه ويدوق لذه الانتصار. يعني حتى بقيت سامع سند مش عارف ليه كده. وبعد 3 شهور اول جرس انذار يبدا يضرب. المكان يا دوب بيجمع مصاريفه بالعافيه، ولما الناس بتساله ايه الدنيا عامل ايه اخبارك ايه، يقول لهم الصبر ان شاء الله هنوصل. وبعد 6 شهور الحقيقه بتبان. المشروع خسران خسران. الايرادات لا شيء اصلا بالنسبه للي بيتصرف، بالعكس ده عمال يزود في مصاريفه علشان يعوض خسارته. ولاد الحلال قالوا له كفايه يا ابني، واي حد بيساله يقول له كفايه وقف مشروعك. رده دايما بيكون يا جماعه انا صارف تحويش العمر في المشروع ده، ازاي اوقف بعد كل اللي انا صرفته؟ انا محتاج بس فرصه اخيره. ويضاعف الرهان ويبدا يستلف وياخد قرض ويصرف على الريبراندنج ويجيب انفلونسرز، وهوب الناس تهل عليه من كل حته لمده اسبوع، ويعيش نشوه الانتصار تاني وتالت، ويرجع تاني لنفس الكره، وهي ان المشروع ما بيحققش حاجه نتيجه للي هو بيتصرف. من مبدا في الاداره معروف باسم الصيت ولا الغنى. ليه الشاب الجميل ده مصمم ان هو يكمل برغم الخساره، ودايما اتجاهه لحل الخساره هي ان هو يصرف فلوس اكتر ويحقق مصاريف اكتر علشان يوصل لايراد اعلى؟ ليه ما بيفكرش في ان المشكله ممكن تكون في حاجه بعيده كل البعد عن الفلوس؟ والمثال ده مش موجود في كافيهات بس، والله ده موجود في كل المشاريع تقريبا. المشكله مش في المشاريع ولا في الفلوس، المشكله في العقليه اللي محبوسه جوه عقليه المقامر. واول سبب وهو مغالطه التكاليف الغارقه. حضرتك صرفت فلوس ووقت وصحه مش علشان الفكره ناجحه او المشروع ناجح، علشان انت مش عايز تخسر اللي انت صرفته. وده اول فخ، زي بالظبط اللي بيلعب قمار اللي ما بيوقفش غير لما بيوصل لاخر القاعه. انت بتختار ان انت تكمل في البيزنس او تلعب في البيزنس علشان تعوض اللي انت خسرته. ده اول فخ انت بتقع فيه. فانت بتحاول تثبت ان انت تقدر تعوض الخساره وان انت مش هتفشل. فبذكر الخساره تعالى اقول لك ازاي مخك بيلعبك. الدوبامين ونظام المكافاه. غير الفلوس اللي راحت، مخك بيبقى مبسوط وهو بيغامر وهو بيخاطر. ببساطه لان اي حد بيفتح مشروع جرأته بتكون عاليه، وبيختار دايما ان هو ياخد الريسك وياخد المخاطره. وده بيؤدي لايه بقى يا صديقي المثقف؟ الادمان. مش ادمان المخدرات، لا، ادمان احساس المخاطره ونظام المكافاه.
زي الشاب اللي في قصتنا دي، على مدار رحله مشروعه كلها كان دايما بيختار ان هو يكمل في الخساره رغم ان هو مش شايف اي نتيجه ناحيه المكسب، ولكن بقى عنده ادمان في ان هو ياخد الريسك والمخاطره. ولهذا السبب لازم تاخد بالك بين المخاطره المحسوبه والقمار العاطفي. اهدى عليا يا مثقف هوضحها لك. رياده الاعمال بقى مش ادمان لان انت تاخد المخاطره واي دي اتش دي ويلا نفتح ستارت اب وكده وبس. بالعكس، عمو بيل اوليت بيقول حاجه مهمه جدا عن رياده الاعمال: انك تكون رائد اعمال او صاحب مشروع مش معناها انك بتحب المخاطره، بالعكس ده انت اكتر واحد عندك حسابات. الحقيقه انك بتحاول تقلل الخطر باي طريقه ممكنه. عمو بيتر دراكر عم الاداره كلها بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان رائد الاعمال مش شايف نفسه مقامر اصلا، هو مؤمن ان فكرته مدروسه لدرجه تخليه يتاكد ان ده اضمن رهان في الدنيا. وده لان في شعرايه بين البيزنس والقمار اسمها التحليل والتحكم. وزي ما قلنا كده يا صديقي المثقف، ان عقليه المقامر بتتبني من 3 سلوكيات. اول سلوك وهو كره الخساره اكتر من حب المكسب. تاني سلوك وهو وهم التكاليف الغارقه: انا اكيد مستحيل ارمي كل ده ورايا، وانا اكيد مستحيل اكون خسرت او فشلت. وده يودينا للسلوك الثالث اللي بيتكون من وهم التكاليف الغارقه، وهو البريك ايفن افكت: انا عايز اعوض كل اللي انا خسرته. فتبدا تعمل ريبراندنج زي ما الشاب الجميل ده في قصتنا بدا ان هو يعمل، بدا يجيب انفلونسرز وبدا يعلي تكاليفه علشان يحاول يعوض خسارته. طيب امتى نقول كفايه وازاي نطلع من مشروع فاشل؟ ما تحزقش يا حبيبنا، المشروع هو اللي فاشل، انت كويس والله. الانسحاب ساعات بيكون هو القرار الشجاع على فكره، وعلشان كده في 5 حاجات تعملهم علشان تقول كفايه. اول حاجه وانت اكيد عارف الكلام ده، وهي ان الارقام ما بتكذبش. ومش شرط على فكره الارقام دي تكون في خساره فلوس، ممكن تكون في خساره عملاء، وان الريتنشن ريت او العدد اللي الناس بترجع لك فيه قليل. ممكن يكون راي العملاء ناحيه المنتج اللي انت بتقدمه او الخدمه اللي انت بتقدمها مش كويسه. ممكن تستحمل الخساره شهر واثنين وثلاثه، ممكن تحط القاعده يعني انت تستحمل الخساره لمده 6 شهور، بس لازم تلتزم بالقاعده. بعد 6 شهور وساعه واحده وانت لسه مكمل في الخساره، لازم توقف وتتعلم تقول لا، انا هنسحب. تاني حاجه تعملها وهي ان انت تسال حد بره الدوامه وتستفيد من خبراته، وتدور على الشخص اللي انت تتقبل منه الكلام وتسمعه وتفهمه. اسمع الكلام وحاول تستوعبه على قد ما تقدر، وخد الحل المنطقي. ما تسالش شخص سلبي بس لمجرد ان هو سلبي. ممكن تلاقي ان المشكله مش في الفلوس، ممكن تلاقي ان المشكله في خدمه تانية تقدمها بطريقه افضل، او الاداره الماليه بتاعتك، او اداره سلسله التوريد، او السلوك المستهلك. فدايما اسال حد بره الدوامه انت بتحب ان انت تسمعه. يعني ما تروحش تسمع حد انت بتستفز مجرد انك تسمع صوته اصلا، علشان ما تعندش مع الحد فتعند مع نفسك فتعند في المشروع. رقم 3 ان انت تفرق بين الامل اللي مبني على وهم والامل المبني على واقع. الامل الوهمي يا صديقي المثقف وهو ان انت بتبقى فاكر ان لما تصرف فلوس هيجيلك فلوس. الامل المبني على واقع هو ان انت تصرف صح، تبدا بالجيد بما فيه الكفايه، وتحاول تجيب اول بيعه وتاني بيعه من غير ما تصرف فلوس. وده هيودينا للحاجه الرابعه على طول بقى، وهي ايه؟ فكر في الفرصه البديله. المشروع ده مش مراتك. ممكن تلاقي مشروع افضل ما يحتاجش كل التكاليف اللي انت تصرفها، ممكن تلاقي مشروع افضل وصولك سريع للعملاء، ممكن تلاقي مشروع افضل انت بتفهم فيه اكتر. لان صدقني انقاذ المتبقي افضل بكتير من ان انت تغرق. رقم 5 ودي انا بقولها لنفسي قبل ما اقولها لك: تقبل الفشل لانه جزء من الرحله. تخيل معايا لو كان الشاب الجميل ده قبل ما يستلف ويصرف فلوس اكتر ويخسر اكتر واكتر، وطبعا كل ده باقدار ربنا في الاول وفي الاخر. تخيل معايا بس مجرد تخيل ان بعد اول 3 شهور عرف ان المكان اللي عامل فيه الكافيه ده وحش، او ان الخدمه اللي بيقدمها مش حلوه. اكيد المشروع بتاعه كان هيكمل او هيكون في حته افضل، او هو كشخص هيعرف ياخد قرار الصح اللي ما يحرقش منه صحته وقته وفلوسه. لازم تتعلم امتى توقف وامتى تكمل. لازم يبقى عندك الجرأة في ان انت تنسحب زي ما انت عندك الجرأة في ان انت تكمل. الانسحاب ساعات بيكون افضل قرار استراتيجي علشان انت كشخص ما تخسرش نفسك وجهدك والناس اللي حواليك. الحلقة دي انا كتبتها في جزء معين من رحلتي، لان انا كملت في مشاريع كتير ما كانتش تستحق مني كل الجهد ده. خسرت وقت وفلوس وصحة، وخسرت ايماني وثقتي في نفسي. الحلقة دي ممكن تكون سبب في ان هي تنقذ واحد من الغرق، فلو انت استفدت منها ابعتها لغيرك علشان يستفيد. وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتعمل لايك لو هي عجبتك، وتستنى الفيديوز اللي جاية. شكرا ان انت وصلت لحد هنا يا صديقي المثقف، واتمنى ليك كل الخير، ويا رب تنجح وتكسر الدنيا. سلام.